السلام عليكم ورحمة الله، صباح الفل والسعادة والهنا عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير اوي اوي اوي. طبعا بقى ما تنسوش تحطوا لنا لايكات كده وشير وتقولوا لنا ايه رأيكم في الفيديوهات، ونسمي الله كده. طبعا الدنيا مكركبة شوية، فانا قمت كده بقى من النوم، اتوضيت وصليت وشغلنا على القرآن. لقيت بقى ابو وليد جايب لي سمك، فقلت بقى اخش انضف المية الكهرباء الحوض، عشان خاطر المية هتقطع. ان سمعتهم قعدوا يقولوا المية هتقطع المية هتقطع، فانا بقى بقيت اجري بسرعة بسرعة، اغسل المواعين بتاعتي وانضف بقى الحتة بسرعة قبل ما الكهرباء المية تقطع. معلقة معايا الكهرباء يا جماعة، لان الكهرباء اللي بتقطع عندنا على طول، طبعا مش عندنا احنا لوحدنا، بتقطع عند الكل. فيعني دي مشكلة جامدة لنا كلنا والله، بالذات في الحر اللي احنا فيه ده. فالمهم بقى ايه، أنا مسكت بقى المواعين بتاعتي، غسلت بقى المواعين اللي في الحوض، كانت كلها كوبايات بقى وحاجات بسيطة. طبعا شطفتها بقى وانا واقفة، وان شاء الله هعمل لكم فيديو للمطبخ هنضفه معاكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. طبعا سمعتوا مليكة، يعني انا بحاول ان انا اهرب بعيد عنها عشان صوتها ما يجيش في الفيديو، بس برضو جات معايا في الفيديو. امتى بقى تكبر وتريحني شوية؟ انا عماله ادعي اقول يا رب تكبر بقى، يا رب تكبر. عايزه اقول لكم ان هي بتقوم داخله ورايا المطبخ، بتقعد تشد في هدومي وانا واقفه، وببقى خايفه عليها قوي من البوتاجاز والله، فبضطر بقى ان انا اشتغلها على دراعي كده وانا واقفه. المهم بقى انا غسلت بقى المواعين بتاعتي ونضفت بقى الشقه. تعالوا بقى اقول لكم احنا عملنا ايه في الشقه النهارده. عملنا شويه تنظيفات كده وتغييرات. طبعا لسه بقى بدعك في الطاسه، انا كنت عماله اغسلها حلو قوي. دي كانت بقى مواعين الفطار بتاعتنا، لان انا ما ببيتش مواعين في المطبخ خالص. انا بحب ان يكون مطبخي دايما نظيف وحلو. دايما لو لقيتي مطبخك نظيف اعرفي ان بيتك دايما نظيف، طول ما مطبخك نظيف. طبعا انتوا شايفين الضلف ديت مفتحه ازاي، انا وديتها تدهن فلسه ما جاتليش، فانا مستنياه بقى ان هي تجيني. ف... فمستنيه اما الضلف بتاعه المطبخ تجيني، يبقى انا كده خلاص هنضف بقى المطبخ بقى وستفه تستفه حلوه. فانا بقى مستنيه بس اما الضلف تجيلي، ربنا يسهل عليا يا رب وتيجي. انا عبيت الازازه بتاعتي بريل لان البريل بتاعي كان خلص، فعبيتها بقى وبفضي، وانا ما مفكره ان انتوا شايفينها في الفيديو. طبعا هي ما كانتش باينه معايا، لان مليكه كانت عماله تيجي وتروح وتشد في الكاميرا. فانا طبعا كنت بحاول ان انا ابعدها بعيد عني، وانا مش عارفه ابعدها ازاي. دي الاكياس اللي احنا بنجيبها بنغطي بها الاكل. الاكياس دي حلوه جدا يا جماعه والله جميله. فهو طبعا لقيته نضيف، فانا ما رضيتش ارميه، يعني هو سليم وحلو واستخدمه تاني عادي. فانا غسلته غسيل حلو وحطيته طبعا ينشف عشان استخدمه تاني، طالما الاستيك بتاعه شغال ولسه حلو يبقى خلاص، طالما ما فيش فيه اي تقالي او حاجه. انا كنت مغطيه بيه رز باقي عندي، فانا بقى غسلته حلو وعينته هستخدمه تاني. فطالما انت غسلتيه غسيل نضيف عادي مفيش مشكله، مش لازم ان احنا نرميه. انا كنت مغطيه بيه الطبق ده طبعا. فما الطبق فضى بقى، فانا غسلته وعينته هسيبه ينشف خالص. يعني مش كتر فلوس طبعا يا جماعه، الحاجه طالما حلوه معانا لازم نعينها ونحافظ عليها. فانا بقى غسلت الحوض بتاعي، مسكت بقى الحوض بتاعي دعكته وغسلته. طبعا كل ده انا مفكره ان انتوا شايفين الحوض وشايفين الكاميرا، يعني انا مش في دماغي ان الكاميرا مش قريبه ليا كده. فغسلت بقى الحوض بتاعي وظبطته عشان خاطر اغسل السمك، الكيس طبعا اللي محطوط ده فيه سمك. فانا غسلت بقى الحوض الاول ونضفته ومليت الكولمن بتاعي، جبت التلج من الفريزر ومليت الكولمن بتاعي الاول قبل الزفارة، عشان احنا طبعا بنشرب منه ما يبقاش زفر. وجبت بقى المكعب التلج بتاعي ومليته وعبيته وحطيته بقى في جنب. المهم بقى ايه، بعد ما غسلته غسيل حلو ارجع بقى اغسل السمك واغسل الرز بتاعي، اسيب الرز بتاعي يتنقع عشان يبقى حلو معايا كده ومفلفل وجميل. طبعا انا غسلت السمك حلو جدا ونقعته شويه. انا مشغله الملكه على لولو عشان تسليها وتنتبه لها شويه وتسيبني اقضي مصالحي. عايزه اقول لكم ان الكولمن ده حلو جدا، بفضل مسقع الميه طول النهار. بس طبعا الميه بتخلص فيه بسرعه قوي، لان انا العيال طول النهار ميه ساقعه طبعا في الحر اللي احنا فيه ده. ويوفر علينا تلاجتنا، يعني بيحافظ على التلاجة من فتح والقفل كل شويه.
لان انا طبعا ما عنديش كوردير، فانا مستخدمه الكولمان ده طول الشتاء، طول الصيف. عايزه اقول لكم ان الزير بصراحه حلوه قوي، انا بحب اشرب من الزير قوي. بس طبعا الزير اللي عندي كان اتكسر، فانا اجيب له واحد تاني ان شاء الله. هو بيغنينا عن اي حاجه وحلو، فهجيب زير ان شاء الله. وشربه حلو قوي وجميل والله يا جماعه، احسن من الميه المتلجه دي. انا بقى بستخدم العلب ديت، بفضل عيناها على طول. الحاجات اللي زي ديت اعبيها التلج واسيبها في الفريزر طول السنة عندي بالطريقة ديت. التلج متعبي في علب عندي، طبعا دي كانت علبة مربى وانا غسلتها حلو وعبيتها التلج المية وحطها في الفريزر. انا متعودة على كده على طول. العلبة تفضى احط التلج، تاني يوم اجيب العلبة التانية. يعني انا عاملة كام علبة في الفريزر كده تغيير لهم، لان طبعا التلج ما بيجمدش على طول. فانا بكمل الكولمن بتاعي، لان طبعا معرفش ان انا اكمله في الحوض مرة واحدة كده. وبمسح بقى المية اللي وقعت مني، بمسح حواليا. وهنا بقى المطبخ بتاعي راق وبقى حلو. طبعا انا زعلانه عشان الضلف مش محطوطه، مخليه منظر المطبخ مش لطيف. ومليكه طبعا بتخش تقعد تشد في الحاجه اللي في المطبخ. فان شاء الله ان شاء الله الضلف هتطلع لي قريب، اما تبقى تجيلي بقى ان شاء الله كده وهحطها. هتبقى حلوة وجميلة، لان انا كنت حطاها لزق، فانا شلت اللزق وقلت ايه لا لازم أنا اعملها ادهنها احسن. فانا عبيت بقى الكولمن بتاعي خلاص كده هقفله. انا نسيت ان الحنفية مفتوحة اصلا معايا، وعمالة اقول لكم المية هتقطع المية هتقطع، يعني خسارة شوية المية اللي نزلوا دول. والكولمن الغطا بتاعه مكسور اصلا من فوق، يعني انا سايباها برضو مش راضيه ارمي الحته اللي مكسوره ديت. وعايزه اقول لكم ان هو اصلا بدأ يصدي من تحت، بس هو غنيني عن اي حاجه والله، وحلو وجميل يعني مش ههمل فيه خالص. يعني هو بقاله الوقت عندي 12 سنه اهو، فمش هأهمل فيه خالص. يعني هو كل من فرح يا جماعه بقى، يعني ما ينفعش ان انا اهمل فيه، كتر خير. المهم بقى انا فضيت السمك بتاعي قلت اغسله بقى. انا جايبه طبعا بلاميطه، لا قمره مش بلاميطه. فجبت كيلو، ابو وليد لقيته جايبها لي، لان احنا بنحبها في الصيف قوي عن الشبار. الشبار مش حلو جدا في الصيف، فاحنا بنحب ان احنا نجيب القمرة اصلا، والولاد بيحبوها قوي، بيحبوا ياكلوها عن الشبار في الصيف. المهم انا جبتها غسلتها غسيل حلو، غسلت دماغها وسبتها تفك براحتها، ونقعتها بليمون وغسلت الرز بتاعي، ومية الرز فضيتها عليه برضو عشان خاطر الزفارة بتاعتها، ما هي بتبقى زفرة قوي، بس انا بحب ان انا اعمل كده على طول. وطبعا ده كان الغدا بتاعنا النهاردة. يعني انا هشوي السمك بتاعي ورز مفلفل والسلطة طبعا والمخلل، وده يبقى احلى غدا، وبتبقى اكلة خفيفة كده وبسيطة. كلنا بقى بنحتار كل يوم هنعمل غدا ايه النهاردة، وكلنا بقى بنشكل. والولاد بتحب اي حاجة من ايدين مامتهم بتحبها طبعا، واحسن من اكل المطاعم، لان احنا مش واخدين على الحاجات ديت ولا متعودين عليها. فانا بقى نقعتها اهوت زي ما انتوا شايفين. وجبت بقى الرز بتاعي غسلته برضو. انا بعصر الليمونه الاول عليه. هجيب بقى الرز بتاعي اغسله، وبعد من كده بقى اكمل بقى تنظيف مطبخي وتنظيف شقتي. وطبعا انا مسرعتش الفيديوهات زي ما انتوا حابين، وطبعا زي ما انتوا قايلين لي ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايكات كتير. انتم احبطنا ليه يا جماعه؟ يعني الفيديوهات ما بتعجبكوش ولا ايه؟ انتم مش بتحطوا لايكات ليه؟ حطوا لنا لايكات، يعني شجعوني كده وقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات، بتعجبكم ولا لا؟ هي فيديوهات بسيطه وحاجات احنا بنعملها، بس انا حبيت اوريكم انا اليوم بتاعي بيبقى عامل ازاي وبيبدأ ازاي. طبعا لسه طبعا علي في حوان، انا ببقى اطلع لحواني، انا ما صورتلكوش فيديو وانا فوق على السطوح. يعني هو ده اليوم بتاعنا بتاع كل يوم، بس بنبقى نعمل فيه شوية تغييرات. احنا ما بنخرجش كتير، ما بنروحش في حتة، يعني متعودين ان احنا نشوف بقى مصالحنا ومصالح بيتنا. وطبعا جاي لنا المدارس اللي الدروس العيال بتروح تاخد دروسها الوقتي. فيعني انا بحب طول ما انا قاعدة في البيت انا انضف فيه، اغير في نظام البيت وانا قاعدة، احس براحة نفسية فيه ما ملش منه. احب اشتري الحاجة من مكانها واغيرها،
تحسي انت براحة نفسية تانية، وتحسي ان المكان جديد عليكي، وتحسي ان الحاجة جديدة والشكل جديد. يعني انا بحب كده، وبحب متعودة على كده دايما عندي او عند اي حد. عايزة اقول لكم ان انا بروح عند والدتي بيقعدوا يقلسوا عليا هناك، يقولوا لي انت بتيجي تغيري لنا نظام البيت خالص، وبتقلبي لنا البيت من فوق لتحت وكده، وبقعد اغير لهم فيه. وانا بحب كده أوي. طبعا انا جبت بقى الحاجات اللي كانوا الولاد حاطينها ديت، مليكة بتشرب فيها مية الكوباية بتاعتها. نضفت بقى الركنة بتاعتي ديت، طبعا هي ركنة على قد كده، ان شاء الله هغير القماشة بتاعتها قريب. اعمل فيها شوية تغيير كده، انا هسيبها زي ما هي، بس انا هغير قماشتها بس. وعايزه اقول لكم ان المكنسه انا ما شغلتهاش من زمان، انا كنت بكنس بالمقشه، فحاسه ان المكنسه ما بتشفطش معايا، حاسه ان هي كان فيها حاجه مكتومه. حاولت قعدت اعمل فيها كده واصلح فيها، مش عارفه ان انا اعملها، بس ان شاء الله هفكها كده واشوف في قلبها ايه عشان تشفط معايا زي الاول. فانا بقى ست في الركنه بقى وراهم، كانوا قلبين الشقه دي خالص يا جماعه والله، مكركبينها لي. فانا بقى بنضفها بقى وراهم. وعملت شوية تغيير في الصالة، كنت انا حاطة المكتبة في الصالة، رجعت اشتلتها تاني، وحطيت الجزامة في قلب الصالة. غيرت في الشقة يعني. اشتلت المكتبة خالص عشان عايزة اجددها، ادهنها واعمل فيها شوية ديكورات كده، يعني اغير فيها. وحطيت الجزامة في الصالة مكانها تاني، لاني حبيت ان انا اعمل تغيير في الصالة. طبعا الكنب ده انا ما بعرفش اغير مكانه، لان هو مكانه كده بالظبط. يعني انا ببقى احيانا اشتري الكنبة ديت احطها ورا الباب، بس بحس ان هي كده شكلها اشيك ولطيف وحلوة ورقيقة، يعني مكانها كده كل حاجة مكانها حلوة. انا بحاول اظبط في الكاميرا وانا فاتحه لكم الفيديو، فظبطتها الحمد لله. طبعا اللي معاه عيال زي حالتي كده، يعني عايزه اقول لكم بيبقى متبهدل قوي. وملكة طبعا مهبطانا ومجننانا ومش عايزه اقول لكم يعني هي بتعمل ايه. يعني بتخلي كل حاجه في ناحيه كده، يعني ما بتسيبش حاجه مكانها. عايزه اقول لكم يعني انا بعد ما خلصت ونضفت، جابوا لها اللعب وقلبت الشقه تاني. بس على مين؟ لازم اعلمها الادب كده، وتبقى بنت شاطره ونضيفه كده وتحافظ على الحاجه، ما تبهدلش الحاجه كده، والمكان اللي تقعد فيه تنضفه وراه. لازم تتعود على كده. لازم احنا طالما عودنا ولادنا على حاجه هياخدوا عليها طول عمرهم. لو سبت العيل كده يبهدل الحته ويجي في الحته، هياخد على كده طول عمره. مش هيبقى نظيف، مش هيبقى منظف في حياته، مش هيبقى مرتب في حياته، مش هيحب يعمل اي مصلحه. هتلاقي دايما كسلي، اي حاجة في ايده هيرميها في اي مكان. فلازم نعود ولادنا كده على النظافة وعلى الشطارة كده، ويحطوا كل حاجة مكانها، وتعلموا النظام والنظافة. انا معودة ولادي على كده، والعيل اللي بيعمل حاجة انا بعرفه يشتري الحاجة ازاي وبيعملها ازاي، يغير فيها يحطها مكانها، يشتروا ويعملوا معايا. انا باخد رأيهم طبعا في اي حاجة. تعالى يا ولاد نعمل كذا النهاردة، تعالوا نشتغل، حاضر يا ماما هنعمل، لا مش هنعمل. يعني بحب اخد رأيهم طبعا، كل واحد له طريقة وكل واحد له نظام. فعايزة اقول لكم يعني هم بيحبوا ان هم يشجعوا معايا كده ويغيروا معايا في نظام الشقة، يشتروا الحاجة من مكانها. هم بيحبوا كده قوي وبيشجعوني، بيبقى لهم رأي تاني. طبعا الأطفال بالذات يعني بيبقى لها رأي كده في الحاجة، حلوة أو وحشة أو لأ، هنحطها ما نحطهاش، بيبقى لهم رأي حلو قوي. فالمهم بقى احنا لما نقلنا الجزامة وعملنا الديكور في الشقة، عايزة اقول لكم ان والد واقف معايا عمال يكلمني، وانا عماله اكلمه، عماله اقول له نزل المكتبه بقى عشان ندهنها، يقول لي طب ماشي. عماله اقول له المكنسه مش راضيه تشفط يا ابني، المكنسه فيها ايه؟ عماله اجرب فيها واحاول فيها، مش راضيه تشفط معايا خالص. يعني هي بتشفط بس بسيط قوي، مش ان هي بتشفط قوي. فانا بقى عماله الفها من هنا واجيبها من هنا وتجيني من هنا، ونشكل مع بعض انا والمكنسه، يعني عمالين نشكل مع بعض. فانا بشتغل الفرش ديت وبكنس تحتها وبغير مكانها، كل شوية بحط فرشة مكان التانية، اسيق تحتهم، اشتلهم اغسلهم، اعمل شوية
تجارات كده وتنظيفات كده. طبعا انا ما جاتلكوش في فيديوهات من زمان تنظيف الشقة الروتين بتاعنا، فانا بقى بوريكم الروتين بتاعي النهارده عامل ازاي. طبعا انا بتكلم بصوت واطي وانا مش عارفه انتوا سامعيني ولا لا. عايزه اقول لكم ان مليكه واقفه اصلا عماله تتفرج على لولو، فانا مشغله لها قناه وناسه تسليها وده انا بتسلى معاها. وربنا يهديها يا رب ويهدينا جميعا ويهدي المسلمين جميعا وينجح اولادنا جميعا. طبعا الثانويه العامه ربنا يكون في عونهم يا جماعه والله، وربنا معاهم، احنا بندعي لهم بالنجاح والتوفيق وربنا معاهم يا رب ويصلح حالهم وكل واحد بيتمنى حاجة تتحقق له ان شاء الله. ندعي كده لأولادنا كده وندعي ان ربنا يصلح حالهم واللي نفسنا فيه يتحقق لنا برضو. لو نفسنا في حاجة، انا عن نفسي اروح اعمل عمرة، بس دي الحاجة الوحيدة اللي نفسي فيها. تقولوا لي عمرة اقول لكم كلنا نفسنا نروح كده السعودية وكلنا نفسنا نروح نعمل عمرة. انا كنت بقى غسله ملايه السرير، كنت مغيره الفرش بتاعتي واشتلتها، طبعا غسلتها وقلت بقى اما اجيب شويه الغسيل بتوعي دول انا اطبقهم معاكم. عبال ما المكنسه تتعمل، طبعا المكنسه لسه محطوطه فانا نزلتها بس تتعمل عشان تتصلح لي، اشوف ايه اللي فيها يتشفط او كده. فانا طبقت بقى الملايه بتاعتي وطبقت شويه الهدوم ديت. عايزه اقول لكم ان الجو حر قوي بقاله 4 ايام، حرارة شديدة قوي قوي يعني. فبجد اليومين دول عايزين مصيف، بجد عايزين نروح نصيف نروح مصيف في الحر اللي احنا فيه ده يا جماعة، والله الدنيا موت. شهر 7 ده بيبقى شهر صعب قوي قوي، فربنا يعديها على خير يا رب. خصوصا بقى الاطفال الصغنطتين دول يعملوا ايه في الحر اللي احنا فيه ده. عايزه اقول لكم ان مليكه بقى قاعده في البانيو وما بتبقاش عايزه تطلع منه والله، من الحر اللي احنا فيه ده عايزه تفضل قاعده في الميه. انا طبقت بقى الملايات بتاعتي وطبقت شويه الهدوم بتوع ملوكه وهدوم الولاد. انا طبعا زي ما قلت لكم انا بتكلم بالراحه خالص عشان مليكه ما تجيش تشبط فيا وتقعد تعيط وهتقعد تقرفني، فانا سايباها بقى تتفرج على لولو. يمكن انتوا سامعين لولو عني. شوف لبست بقى ملوكة ونزلت في فرح بقى جنبنا هنا، فهي رايحة الفرح، فانا اتبسطت قوي ان هي نازلة بقى ورايحة الفرح. يا سلام، انا بقى هخلص اللي ورايا بسرعة بسرعة عشان خاطر الملكة مش معايا بقى، انا هنضف بقى واخلص. الحمد لله نزلت تتفرج على الفرح. عقبال افراحكم جميعا، يعني افراح ولادكم يعني مش افراحكم انتوا، وتبقى الفرحة دايما في بيتنا على طول. انا بقى كنت اشتلت ملاية السرير ديت غسلتها. عايزة اقول لكم ان كانوا الولاد موقعين عليها اكل، فانا طبعا اشتلتها غسلتها، فانا ما بعرفش اسيبها كده. شفتوا بقى المنظر والاوضه عامل ازاي. انا اتفاجئت بقى، دخلت لقيت حبيبه قلبه الاوضه بالطريقه دي. دخلت بقى اتفاجئت بقى، انا فرحانه ان مليكه نزلت. اخلص بقى ادخل اتفاجئ الاقي حبيبه شايله لي هدوم مليكه وقلبها لي بالطريقه دي. يا جدعان ينفع كده؟ ينفع كده قلبها لي الاوضه بالطريقه دي؟ كل ده عشان تطلع لها هدوم وتلبسها؟ تقلب لي الهدوم بالطريقه ديت بقى واقعد اطبق واستف لا لا لا، بجد بجد انا تعبت قوي يا جماعه والله. اشتلت بقى الهدوم عشان اطبقها وافرش الملاية بتاعه السرير. عايزه اقول لكم ان انا كنت مبسوطه قوي ومنبهره قوي بالموقف بتاعي ده. يعني خلاص، يعني خلاص بالطريقه ديت. المهم ستفتها بقى ونضفتها وكنستها وسيقتها والحمد لله وهبطت خالص. كل ده وملكة لسه ما جاتليش، كانت لسه ملوكة ما جاتش، فانا اتبسطت برضو. دخلت بقى اعمل كوبايه نسكافيه لقيت ملكة جاتلي. قلت مش مشكله بقى، المهم بقى خلصنا وستفنا وقعدنا ورقنا. بس المشكله ان ملكة ما بتريحش نفسها اصلا، يعني مش عايزاكي تفضلي قاعده بقى، عايزاكي تفضلي واقفه بقى. شفتوا يا جدعان الحيره اللي انا فيها؟ عايزاكي تفضلوا واقفين بقى على طول.
طبعا فرشت بقى الملاية بتاعتي تاني. طبعا الملاية ديت اللي كانت حبيبة فرشاها، بس انا غسلتها وحبيت ان انا اسيبها شوية على السرير، افرشها شوية على السرير. فانا بقى مسكتها بقى غسلتها وزهرتها يا جماعة. انا مزهراها، يعني مش تقولوا ان هي شكلها عامل، انا مزهراها. انا بحب ازهر الهدوم البيضة، بتبقى حلوة اوي في الزهرة وشكلها حلو. ففرشتها بقى كده بالطريقة ديت. وطبعا بقى مسكت الأوضة نضفتها وستفتها واشتلت الدواء بتاع مليكا اللي هم حاطينه، واشتلت الكركبة اللي هم حاطينها، وستفت الأوضة وخلتها فلة فلة. بس اياك بس ما يجوش يقلبوها لي تاني. يعني عايزة اقول لكم ان الولاد صعبين قوي 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 والله يا جماعة، بس حسب ما بتعود العيل، يخاف يحترم نفسه على طول. هنا بقى بعد ما خلصت الأوضة بتاعتي، شفتوا بقى، شفتوها من قبل ومن بعد كانت مكركبة وعاملة ازاي. انا بقى جبت المصحف بتاعي ده وقلت اما احطه بقى على المكتب واعدل الدبدوب بتاعي. ودي طبعا البلوزة بتاعت ملوكة، فانا اشتلتها واشتلت المصحف بتاع حبيبة عشان هي بتروح درس القرآن يا جماعة، فلعنتهولها عشان خاطر ان هي تبقى جاية عارفة مكانه فين. واشتلت المصلية حطيتها مكانها عشان هنا مش مكانها اصلا. ونضفت بقى الأوضة وخلتها بتبرق، وشفت بقى حلاوة الأوضة بقت عاملة ازاي. مخدتش مني وقت ولا حاجة، وبقت حلوة بالطريقة الجميلة ديت. قولولي بقى رأيكم في الأوضة. أنا نقلة المكتب يا جماعة، المكتب كان كده، أنا نقلته في الوش وكان في الظهر على طول، أنا نقلت مكانه، قلت اما اعمل فيه شوية ديكور كده. دخلت بقى الصالة بتاعتي، مسكتها طبعا كنستها وسيقتها بالمكنسة لان ما كانتش كنست، كنت بكنس بالمقشة، فحسيت ان انا مش مرتاحة كده ان انا ما شغلتش المكنسة من زمان. قلت لا تعالي يا لهلوبة يا شطورة بتاعتي، اشغلك النهاردة وتعملي لي كده مجهود حلو وتكنسي لي الشقة بتاعتي الحلوة دي. شغلتها بقى اللهلوبة بتاعتي ديت، وقعدت اظبط فيها برضو لحد ما ظبطت معايا انا الحمد لله يعني. وكنست بقى شقتي ديت وظبطتها كده وسيقتها وروقت الدنيا خالص، وبقت الشقة فلة وبتلمع معايا، رجعت احلى من الاول كمان. يعني انا بحب التغيير كده والديكور كده والنظام، حاجة تانية خالص. طبعا بقى انا حابة ان انا اعمل شوية تغييرات في الشقة، ان شاء الله في فيديو تاني هوريكم التغييرات اللي انا هعملها. انا حابة ان انا انقل النيش بتاعي والبار من مكانهم، اغير يعني الديكور شوية. فقولولي بقى هما هنا احلى ولا اغير مكانهم. انا هستناكم تقولولي ايه رأيكم في اللي انا بقوله، ان انا اغير النيش بتاعي ولا اسيبه مكانه. المكنسة كانت عمالة بتهبط فيا اصلا والله يا جماعة، يعني ما كانتش مظبوطة خالص، عمالة تلف من هنا لهنا، بس ما سبتهاش برضو. ملكة جات لي اهي تتفرج على لولو، اتفرج على لولو كده. خلاص بقى ملكة جابت اخرها خلاص، عايزاني بقى خلاص كده كده. البتاع قفل مني يا جماعة وانا بسجل لكم، فتحته تاني. عايزة اقول لكم بقى ان مليكة ما بتريحش نفسها خالص والله يا جماعة، عمالة تتكلي على الفيديو وتقرف فيها من ساعتها، بس هعمل ايه، هتحملها زي بنتي برضه، فلازم انا هتحملها يا جماعة والله. انا بقى عماله اشد المكنسه ورايا وعماله اكنس وعافر معاها والحمد لله كنست وحسيت بالراحه النفسيه لما كنست بقى طبعا، وخلصت طبعا وكله تمام. هعمل ايه بقى، هعمل ايه بعد ما اخلص كده، هسيق طبعا حواليا، لازم انا اسيق كده واولع عود بخور كده يا جماعه، شويه بخور كده نبخر بهم الشقه، تحسي بقى براحه نفسيه بجد بجد. يعني تولعي شوية بخور كده حاجة تانية طبعا. انا بقى بعد ما خلصت وسيقت ولعت البخور وبخرت الشقة، يعني مش بخرتها كلها، انا سبت البخور كده ريحته طالعة كده في الشقة حاجة تانية. مهما تخش الشقة بقى تلاقي ريحة البخور دي، طبعا مش اي بخور بنجيبه والله، البخور يعني في بخور معين انا بحب اجيبه. طبعا بتاع البخور بيجيلنا هنا على طول، اللي بيعدي على طول يبخر، فانا بشتري منه وببقى اخد منه طبعا المبخرة وابخر بها.
بس انا بحب طبعا ان انا يبقى عندي الحاجات دي في بيتي، الفحم باستمرار والبخور وابخر. عايزه اقول لكم يعني ان وليد قاعد عمال يقفل لي الكاميرا ويفتحها لي، يقول لي يا ماما الاضاءه مش مظبوطه، الاضاءه مش مظبوطه. اقول له لا، الاضاءه مظبوطه وكل حاجه مظبوطه اهوت. وعمال يقول لي المكنسه يا ماما ظبطت ولا لسه، المكنسه ظبطت ولا لسه. فبقول له بحاول فيها يا ابني، والله بحاول ان هي تتظبط وتبقى حلوه. هنا بقى بعد ما انا خلصت بسيق بقى بالشرشوبة بتاعت القلوبة ديت. انا طبعا بسيق بحب ان انا احط فيها شوية موارد كده تديني ريحة حلوة في الشقة كده. وطبعا شغلت الاضاءة بتاعت النيش، قلت اما اعمل شوية ديكورات كده في الشقة. احس ان انا كده شقة جديدة كده وشقة عروسة بجد. شغلت الاضاءة بتاعت النيش بتاعتي، وسيقت طبعا بالشرشوبة بتاعتي ديت. انا بخش اعصرها في الحمام يا جماعة وبطلعها تاني اسيق بيها. هي حلوة وجميلة والله جدا. انا بقى حطيت كوبايتين نسكافيه على النار. بعد بقى المجهود الحلو ده نقعد بقى كده نروق مزاجنا يا جماعة. بقى مليكة بقى مش موجود، قلت بقى اشرب بقى كوباية النسكافيه على الرايق كده. جبت بقى البخور بتاعي، فتحت بقى الدرج، انا حاطه البخور اهو. وجبت بقى شويه البخور وحطيت. يا سلام على الريحه بقى والروقان، مزاج عالي والله يا جماعه، مزاج عالي وراحه نفسيه تانية، راحه نفسيه تانية. شويه بخور كده وتبخري كده ما شاء الله. حسيت بقى ان الفحمايه بتاعتي طفت تاني، رجعت تاني حطيتها على النار. وقمت شايله المبخره بتاعتي وحطيتها بره، حطيتها برا في الصالة. عايزة اقول لكم ان المبخرة اللي هم جايبينها لي في هدية عيد جوازي، يعني انا ما حبيتش ازعلهم. انا عندي مبخرات كتير والله، بس يلا كل واحد بقى ايه وذوقه، وكل واحد بقى على قد ما عرف يجيب. فجابوا لي بقى المبخرة الحلوة دي، حطيتها بقى طبعا تاني، وحطيت عليها شوية بخور، وحطيتها برا في الصالة بقى تاني عشان تبقى عاطية ريحة حلوة كده في الصالة كلها. فاشتلتها بقى وطالعة بيها برا في الصالة، احطها وارجع لكم تاني بقى نصب كوبايتين النسكافيه بتوعنا. انا هنا عمالة اعمل الريحة، اطير الريحة. الفيديو طبعا يا جماعة طول عليكم قوي، معلش اعذروني ان الفيديو طول عليكم، بس والله ده اليوم بتاعي اللي انا بعمله على طبعا. وجهزت الغدا بتاعي وكنت حطاه، يعني كان الغدا بس واقف على التسوية. فاحنا كنا طبعا لسه بقى فاطرين، فانا ما جهزتوش بقى على طول، انا جهزت كل حاجه على التسويه بس. فبقى عملت كوبايتين نسكافيه بدل ما اعمل قهوه، حبيت اغير كده واعمل كوبايتين نسكافيه. عايزه اقول لكم ان انا زعلت قوي، طلعت احلف الحوان فطلعت اجيب البيض، قام البيض واقع متكسر مني. زعلت قوي على البيض يا جماعه والله. يعني البيضه النهارده غاليه جدا، وانا ما صدقت وفرحت قوي ان انا لقيت بيضه ولا بيضتين بقى اجيبهم من عند الحوان، قاموا متكسرين كلهم. فزعلت عشان البيضتين قوي والله يا جماعه. فقلت طالما انا زعلانه اشرب بقى كوبايه نسكافيه. وقلت طالما انا زعلانه تعالوا بقى اما اوريكم. انا كنت واقفه في البلكونه بتفرج على ايه، كان عندنا فرح، فانا كنت بقى واقفه اتفرج على الفرح يا جماعه. من زعلي دي، من شده الزعل بتاعي على البطين. البيض غالي والله وخساره، فهنعمل ايه بقى. ايه طبعا عامله كوبايتين نسكافيه، واحده ليا وواحده لابو وليد. احنا متعودين ان احنا الحاجات دي بنشربها سوا يا جماعه، ما فيش حاجه تفرقنا عن بعض ابدا. نشرب النسكافيه سوا، نشرب القهوة سوا، الشاي سوا. احنا متعودين على الحاجات ديت سوا. انا بحط المعلقة الزحلقت مني، تعالى احطك في الحوض بقى وخلاص. انتوا عمالين طبعا تقولوا ايه البت الرغاية اللي عمالة ترغي كتير كده. فعشان انا بحبكم فبرغي معاكم على طول وبحب اتكلم معاكم. ما تنسوش بقى تحطوا لنا لايكات كده كتير وشير، ايه يا جماعة شجعوني. انا حطيت بقى الجزامة بتاعتي الحلوة بره في الصالة اهي. طبعا انا حاطة بقى المبخرة بتاعتي عليها. ويعني بعد بقى ما خلصت بقى ونضفت، هنا بقى الفرح اهو، هنا بقى فرح. فانا بقى واقفه في البلكونه وعماله اتفرج بقى على الفرح واتفرج على الناس واتفرج على اللي رايح واللي جاي. عقبال عندكم جميعا يا جماعه، والله الفرحه حلوه برضو، فرحه كبيره. انا كنت بقى واقفه بشرب في النسكافيه.